مرحبا. امبارح كنت بجلسة مع الأستاذ فراس معلة رئيس الاتحاد الرياضي العام مسائية، وتحدثنا بشؤون كثيرة خاصة وعامة ورياضية وكروية، ولكن بالعموم كنا عم نحكي بالمطلق. لكن طلبت من الأستاذ فراس معلة، يعني استأذنته بسؤال إذا بيجاوبني عليه، وإذا جاوبني عليه إذا بيكون للنشر أو يعني يضل خاص. قال لا، ما في أي مشكلة، اسأل وانشر. فسألته حرفيا، يعني كأس آسيا الأخيرة بقطر، شو كانت مو المكافآت، تكاليف المنتخب الوطني خلال هالأسبوعين أو قرابة 20 يوم اللي قضاهم بكأس الآسيوية. وسألت هل كانت من أموال خاصة أم حكومية. حرفيا انبسط بالسؤال، وكان قاعد معنا زميله عضو بالمكتب التنفيذي، وكان معنا كمان زملاء آخرين. انبسط بالسؤال وقال لا بالعكس، راح جاوب وللنشر. للنشر، ما في شيء مخبى ولا في شيء يعني مخجل اطلاقا، بالعكس السؤال جيد والجواب جاهز. فوجئت حقيقة بكأس آسيا الأخيرة بقطر، بلغ نفقات المنتخب الوطني وعلى حساب الحكومة. لما بنقول منظمة الاتحاد الرياضي العام فهي أموال حكومية إضافة لأموال من الحكومة كانت، وبالأخضر حقيقة ما يتجاوز $5 مليار فقط عن 15 إلى 20 يوم ببطولة. يعني إذا بدنا نحسب نقول شهر مثلا، على مدار السنة أنت عم تحكي بيكون ب50-60 مليار ليرة سورية حكومية لمنتخب كرة القدم. لسه ما حكينا عن كرة القدم بسوريا، ما حكينا عن اتحاد كرة القدم، ما حكينا عن الأندية، ما حكينا الدولة يعني الاتحاد الرياضي والأموال الحكومية. لما اللي بيتورط نادي من الأندية بصفقة فاشلة مع لاعب أجنبي وبيجي كتاب من الفيفا بتهديد مباشر بتهبيط هذا النادي الى الدرجه الثانيه او وقف انشطته، ان كان الوحده، ان كان جبله، ان كان الفتوه. يعني صارت مع كثير انديه ترى بان المنظمه ومن اموال حكوميه هي من يتصرف ويدفع تارة $70,000، تارة $50,000، عن نادي جبلة $24,500. يعني هي امور انا متابعها اول باول، وبعرف شلون عم تتصرف المنظمه من الاموال الحكوميه بهذه المساله. الرقم $5 مليار وما فوق. وما فوق ليش؟ لانه زميله بالمكتب التنفيذي قال 5 مليار حد ادنى، لاننا لم نجري الاحصائيه حتى الان، ما احصينا كل ما دفعناه بهذيك الفتره بالشهر الاول اثناء مشاركه المنتخب بكاس الاسيويه. هذا الكلام كان بالامس. امبارح اليوم الصبح سمعنا شوي انه في عتب، ما راح اقول من الحكومه او من رئيس الحكومه، راح اقول عتب برئاسه الحكومه على تصريحات الاخ الاستاذ عبد الرحمن الخطيب حول موضوع الدعم الحكومي للمنتخب الوطني بالفيديو الاخير، وايضا بفترات سابقه، وخاصه بانه الكلام من فوق. يعني الاستاذ عبد الرحمن الخطيب سبق واعلن بمقابله تلفزيونيه بانه قابل رئيس الحكومه واتصل فيه رئيس الحكومه على قطر بعد الفوز على الهند. كذلك الامر زاروا ووعدوا رئيس الحكومه بدعم، ولكن من هذه الاثناء حكينا بان الدعم سيكون محدودا، ليس كل المطلوب سيتوفر. يعني البلد متعب، هذا كلام اليوم الصبح، البلد متعب. نحن امبارح من يومين تقريبا مطالع الحكومه قرار بخفض خلينا نقول مخصصات البنزين للمركبات العامه يمكن نصف، يعني للنصف تقريبا. والسبب يعني في مشكله بالمشتقات النفطيه، في مشاكل كثير عم بتواجهها الحكومه، ما عم تقدر تامن كل شيء للحياه المعيشيه. من الصعب جدا انه تامن كل شيء للمنتخب الوطني، هذا الكلام رسمي. فكان يعني خلينا نقول عتب نائب رئيس الاتحاد على رئيس الحكومه هو محق حقيقة، ولكن بنفس الوقت كان في عتب من رئاسة الحكومة، لأن الحكومة يعني مو كاسرة إيدها نهائيا عن دعم المنتخب، بدليل الرقم اللي سمعته المساء امبارح من الأستاذ فراس معلة عن فقط بأيام قليلة بكأس آسيا 5 مليار وما فوق، 5 مليار ليرة وما فوق. فالأمر يعني
يستحق التوقف عنده. يعني إذا الحكومة على مدار السنة بتمد المنتخب ب50 مليار ليرة سورية فهذا إنجاز حقيقي. لكن والكلام يعني اتفقنا على أنه كلام رسمي، يعني الحكومة ما قادرة تغطي مكافآت إلا إذا كانت بإطار متفق عليه بين الحكومة واتحاد كرة القدم أو الاتحاد الرياضي العام. يعني مو قادرة الحكومة تقول 5000 دولار للاعب الواحد عن أي مباراة أو 3000 دولار. الحكومة قادرة تقول لك أنا قادرة أمن، هذا من عندي 1000 دولار، أنت أمن 3000 الثانية أو 1000 أو 2000 أو إلى آخره. كذلك الأمر هناك كلام من الحكومة بأن هناك طلب من اتحاد كرة القدم بأنه تحكي مع الفعاليات، وحقيقة الكلام حكومي يقول بأن هذا ليس من مسؤوليات الحكومة. الحكومة مو قادرة تجيب رجال الأعمال وتقول لهم ادفعوا، ما أنا قادرة. ممكن إذا بتمون بتقول له لفلان ادفع، ولكن إذا ما في مونة أو الشخص صاحب المال الخاص الشخصي إذا ما بده يدعم ويدفع للمنتخب الوطني ما قادرة تجبره الحكومة إطلاقا. يعني صلاحياتها بهذا الموضوع محدودة ومحدودة جدا. ولكن المهم بالموضوع أن الحكومة، والكلام جديد هذا اليوم، مستعدة للدعم، وبخاصة إذا تأهل المنتخب ليس على صعيد مكافأة بل على صعيد دعم مباشر للمنتخب في الدور المقبل. ولكن مع التأكيد على أن ليس كل المطلوب سيتوفر، مو كل المطلوب سيتوفر. يعني إن أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، يعني هذا كلام ما يجي عن عبث. فبالتالي على اتحاد كرة القدم الآن أصدقائنا وأخوتنا بهذا الاتحاد يوضعوا برنامج معدل عن البرنامج السابق المتعلق بالنفقات وبالمكافآت. أكثر شيء بيكسر الظهر اليوم هو المكافآت. الأستاذ عبد الرحمن الخطيب ما خجل بمقابلة تلفزيونية، أنا بحيي عليها بصراحة، لما اللي قال خفت من الفوز على إيران. طبعا هو بده يفوز على إيران وحلمه يفوز على إيران مثلنا كلياتنا ولكن انه انا بعد مباراه الهند 5000 دولار لكل لاعب تورطنا، وهي اكثر من 5000 دولار بصراحه، هي 5 ولكن كانت اكثر من 5 لكل لاعب حقيقه. قال معناتها اذا فزت على ايران بدنا ندفع 15000 دولار لكل لاعب. انا خفت منين بدنا نجيبهم لهدول وما عاد معنا اموال او مصاري تغطي الجميع دون استثناء، وبخاصه انه بعد مجيء المغتربين وصارت مكافآت ضخمه للاعب الواحد، وراح يتقاضاها اللاعب المحلي مثل المغترب، راح يتقاضاها الكادر ضمن الجهاز الفني والإداري والطبي ومسؤول التجهيزات بنفس قيمة ما يحصل عليه المغترب. بالتالي انت عم تحكي عن كوريا الشمالية اذا بنقول 3000 دولار لكل لاعب، انت بدك تضربها ب 40، يعني انت عم تحكي عن قديش؟ عن 120,000 دولار عن هيك مباراة. ما بالك مكافأة التأهل، انك تأهلت، هي مكافأة مباراة شيء والتأهل للدور المقبل لها مكافأة أخرى من ضمن البرنامج والمتفق عليه مع كوبر. إذا رحت على الدور المقبل بعده ولعبت مع أستراليا وفزت عليها، هون ما في شغلة 1000 و2000 دولار أو 3000 دولار، أنت عم تربح على أستراليا بدك تحكي بال 5000 على 40 شخص، أنت عم تحكي ب 200,000 دولار. بالتالي أكثر ما يكسر الظهر الآن هو المكافآت. على اتحاد كرة القدم إعادة صياغة برنامج المكافآت من جديد، يعدله ويقدمه للحكومة بحيث الحكومة تقدم جزء واتحاد كرة القدم بعلاقاته يأمن الجزء الآخر. مختصر الحديث، الحكومة لم تكن كاسرة اليد إطلاقا أو مكسورة اليد إطلاقا في المرحلة السابقة، وتكاليف كأس آسيا فقط ما فوق 5 مليار، وهو رقم قد يراه البعض عادي، ولكن في ظل ظروف سوريا وظروف الحكومية والظروف المعيشية اليوم هو رقم كبير وكبير. وإذا سحبناه على إسقاطا على باقي شهور السنة واعتبرنا 5 مليار هي الرقم، انت عم تحكي بين 50 70 80 مليار بالسنه بسوريا. الرقم حقيقه مو كبير ولكنه ليس بالرقم العادي اطلاقا. والسلام عليكم.